ازاي قلب اب يرضى انه يشوف ضنا عمره مادد ايده في الطريق ذليل بدل ما يكون في حضن ابوه امن ومتربي على الكرامه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. يعني يكفيك ذنب واحد عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى انك تضيع اللي ربنا حملك امانتهم. طيب ما بالك بقى باللي بيستغل براءة ابنه ويذله قدام الناس؟ ده مش بس بيضيعه، ده كمان ظلم وإهانة وخيانة للأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمنا عليها. الأولاد ما هماش ملكنا، الأولاد أمانة من عند ربنا سبحانه وتعالى وهيسألنا عنها يوم القيامة. سيدنا النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني اوعى تفتكر انك لما تسيب ابنك يمد ايده انك كده هتفلت من حساب ربنا. الطفل ده من دلوقتي بيتعلم الذل بدل ما يتعلم الكرامة، وبيشوف نفسه رخيص قدام عيون الناس، ولما يكبر هيبقى مليان عقد وممكن كمان انه ينحرف. والذنب في النهاية مين اللي شايله؟ الأب اللي رماه في الشارع. يكون لأب فقير ويكون لأب محتاج. أبواب الرزق عمرها ما بتتقفل، وربنا سبحانه وتعالى اسمه الكريم. اطلب الحلال واسعى واطلب المساعدة، بس لو عجزت، لكن بلاش تظلم ابنك وتكسر كرامته. الأولاد مش هيفتكروا بعد سنين غير اللي احنا زرعناه في قلوبهم. فيا ترى انت ابنك هيقول: أبويا سترني ورباني، ولا أبويا هني ورماني؟ اتقوا الله في أولادكم فهم أمانة، والأمانة دين، والدين عند الله يوم القيامة حسابه عسير.